إذا متابعينا الكرام نكتفي بهذا القدر من حديث سيد ماتورانا. ألف مبروك بالتأكيد، نكررها لنادي النصر. كابتن خالد الغامدي راح في كابتن النصر ظهر بمستوى مغاير بشكل جديد في هذا الجو الماطر، يكسب فريق بالتأكيد كسب الدوري قبل فترة بسيطة في مباراة الذهاب. إلى أي مدى يعطيكم هذا محفز قوي قبل مباراة أيضا منتظرة ومهمة في مباراة اليوم؟ بعد ما أقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز، هذا كله كل شيء توفيق يعني. لكن بشوف الحضور الجماهيري والدعم من الإدارة، يعني هذا احنا صراحة كلاعبين مو من حقنا، لأن زعلناهم طول الموسم كثير. احنا هدفنا الأول إرضاء الجماهير اللي حضروا اليوم وإرضاء الإدارة، وما راح يرضون إلا بكأس بإذن الله. وما يعني مهما يكون بطل دوري، هذا بطولة ثانية مختلفة عن كل شيء. احنا عزمنا، يعني عزمنا ان نسوي شكل البطوله هذه، راح نرضي الجماهير، نرضي لنا الفيصل والبطوله ان شاء الله. دفين تعتبر في أرض الشباب، هذا يعطيكم محفز، لأنه الشباب لو فاز 1-0 في مباراة الإياب سيكون النصر هو الواصل لنصف النهائي. الآن وش اللي يدور في مخيلتكم كلاعبين عن مباراة الإياب؟ طبعا هي شيء ايجابي، شيء اكيد، لكن احنا ندخل المباراه الجايه كاننا ما فزنا. اذا دخلنا احنا فايزين راح يكون اللعب مش بحماس هذا اللي كان